السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع خرافات وأساطير. خرافة اليوم كلمة يطلقها بعض الناس بنية صادقة وقد لا يعرف معناها. إنها عزاء يقدمه بعض الناس لمن توفي قريبه، فماذا يقول له؟ يقول له: البقية في حياتك، أو باللهجة العامية البقية في حياتك. البقية في حياتك كلمة يطلقها بعض الناس ولا يدري معناها. ومعناها في اللغة أن هذا المتوفى مات وبقيت في حياته أو بقيت من حياته أيام، فهو يسأل الله أن يجمع هذه الأيام التي بقيت من حياته فيضمها إلى عمرك أنت. هذا يصدقه عاقل؟ وهل يموت أحد ولم يستوفي عمره كاملا؟ وهل يموت أحد وبقي من أجله شيء؟ البقية في حياتك؟ لا، هذه كلمة ينبغي ألا يتفوه بها مسلم. اسمع إلى ما رواه أبو نعيم في الحلية بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس عليه السلام، جبريل عليه السلام، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. إذن لا يموت أحد إلا وقد استكمل أجله كاملا ولم تبق منه أي بقية. فالبقية في حياتك لا محل لها من الإعراب. واعلم أن هناك أشياء من التعزية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب. عزاء عزى به الحبيب عليه الصلاة والسلام ابنته حينما توفي ولدها. العزاء النبوي مرة أخرى: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. لله ما أخذ، هذا الميت كان لله فأخذه، ولله ما أعطى، أعطاك أولادا أو أعطاك مالا، فالله عز وجل له ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى بعمر محدود، فلتصبر على قضاء الله عز وجل وقدره لتنال الأجر والثواب، لتنال ثواب الصابرين. فاصبر واحتسب. واعلم أخي الكريم أنه يجوز أن تعزيه بأي صيغة أخرى ليس فيها معصية لله عز وجل. تقول: غفر الله لميتك، تقول: اصبر واحتسب، عظم الله أجرك، كثر الله ثوابك، ألهمك الله الصبر على مفقودك، أي كلام من هذا الكلام الجائز المباح. أما البقية في حياتك ليس لها هنا وجود عند المؤمنين الذين يعتقدون أن العمر لا يمكن أن تبقى منه بقية. واعلم أخي الكريم أن المصائب تنزل على العبد لتخفف ذنوبه وترفع درجاته. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن هؤلاء الذين صبروا عليهم صلوات من ربهم
وصلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، صلوات من ربهم ورحمة يرحمهم الله، وأولئك هم المهتدون يهديهم الله عز وجل إلى أحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، ويهديهم يوم القيامة إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.